حاضر. إليك الجزء 9 من قصة الرعب الدار المهجورة. الدار المهجورة، الجزء 9. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل، والهدوء يلف الحي كالكفن. يوسف ما زال في الغرفة المظلمة، يحاول أن يفهم ما الذي يجري. أصوات الخطوات الثقيلة التي سمعها في الطابق العلوي توقفت فجأة، وكأن شيئا ينتظر أن يتحرك هو أولا. قرر أن يشعل ضوء هاتفه ليرى بوضوح، لكن البطارية كانت شبه فارغة. ومع ذلك ضغط زر الإضاءة، فظهر أمامه مشهد جعل الدم يتجمد في عروقه. على الحائط كانت هناك ظلال تتحرك، لكنها لم تكن ظلاله هو، بل ظلال أشخاص كثر واقفين بصمت. بدأت الظلال تتقرب، رغم أن الغرفة لم يدخلها أحد. يوسف تراجع إلى الوراء حتى التصق بزاوية الجدار، وفجأة